لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيديو جديد، فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فطار حلو قوي مع بعض، وكمان هنعمل عيش في الطاسة وهنعمل نوع حلويات جميل قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك ويلا بينا على الفيديو. اول حاجة كده حابة اقول لكم عليها، انا اي زيت بستخدمه بيكون في الاسماك او اي حاجه يعني خلاص مش هستخدمها. طبعا احنا ما عادش بنستخدم كميه الزيوت الكبيره زي قبل كده، بس برضو وارد بيتفضل معاكي حتى لو كوبايه صغيره ما تكبيهاش في الحوض لان ده غلط. انا بحوشه وبديه لشركه معينه، الشركه دي انا بتعامل معاها، هي متاكده ان هي بتستخدم الزيوت دي في استخدام الصابون او في قطع غيار السيارات وفي شركات الطيران. اهم حاجه تكوني متاكده، لان في ناس بتاخده بتصفيه وبتطلع منه الشوائب وبتعيد استخدامه من تاني وبتديه للناس، وخاصه ان هم بتوع الفلافل والناس دولت، فبلاش ان احنا ندي لاي حد وخلاص. طبعا بيديكي مقابل مادي او بيديكي زيوت او بيديكي منظفات على حسب العروض اللي بيكونوا عاملينها، وكمان بيديكي ازازه ومعاها القمع بتاعها. انا باخده بحب ان انا اخد المنظفات صراحه اكتر بكتير، يعني ان المنظفات بتبقى احسن بالنسبه لي. وزي ما انتم شايفين كده العرض كان منظفات كلوريكس وخل وكمان مسحوق اللي هو بتاع المواعين، وكمان بيديكي ازازه ومعاها القمع بتاعها. بعد كده بقى اول حاجه هنبدا بيها يومي هي البطانيه. كان عندي بطانيه محتاجه انها تتغسل او خلاص يعني انا مش هستخدمها تاني، وهي والله ما كانتش متبهدله للدرجه، هي اساسا كانت خلاص يعني كانت نظيفه يعتبر. بس انا الوسواس القهري اللي عندي ده يحدثني، فقال لي لا لازم البطانيه قبل ما تدخل الدولاب تتنضف يعني. فانا بقى هنقعها، وعشان خاطر هي مش متبهدله مش هخليها وقت طويل، يعني خليتها لحد ما خلصت كده كل حاجه وعملت الفطار وغسلتها بعد الفطار. فهي بقى اتنقعت، حطيت لها كده شويه ميه ومسحوق وبغسلها كذا مره طبعا، يعني بعد ديت بشطفها مرتين تلاتة عشان خاطر المسحوق يطلع منها. وكمان بحط لها شويه كده يعني اللي هو المطهر، مش مطهر، نسيت اسمه اللي هو فيه ريحه حلوه، الدوني، عشان خاطر يخلي ريحتها حلوه لما تدخل الدولاب. معلش بقى بعد الفطار في الصيام مؤثر علينا لسه برضو. بعد كده بقى كان عندي غسيل كده كمية حلوة يعني، فشغلت الغسالة وخلاص خلصتهم وهنشرهم كلهم مرة واحدة. وبعد كده بقى هندخل على المطبخ. انا الحمد لله الشقة كانت عندي كانت نظيفة ومترتبة، ما كانتش محتاجة حاجة. فنزلت بقى، كان التلاجة خلاص كانت عندي بقى ايه صحراء كده جرداء فدخلت جبت كل الحاجات اللي ناقصاني، بس مش بكميات كبيرة، بجيب بكميات بسيطة عشان طبعا في الصيام الوضع بيختلف شوية. جبت بقى بدنجان وجزر يعني حاجات لزوم السلطة، وفلفل وخيار وبدنجان وفلفل اللي هو القلي عشان خاطر، وكمان فلفل حراق عشان بحب اعمل اللي هي الشطة اللي احنا عملناها مع بعض دي بيبقى طعمها حلو قوي. ورصيت بقى الحاجات في التلاجة. الفلفل كان الربع ب8 جنيه، والبصل كان ب15، والثوم كان ب7.5. انا بقى الثوم مش هفرز ثوم السنه دي عندي، بس انا جبت كده ايه يبقى ناشف عندي 2 كيلو. لو انت حابه تفرزيه في الوقت ده بتشيلي كل القشر اللي من بره وبتطحني حتى الحته الخضراء اللي من فوق، بس خلي بالك من جوه بيبقى في حته ناشفه عشان ما تكسرش معاكي الخلاط. بتحطي بقى زيت وملح وسكر، هي دي ماده الحفظ، وبتخلطيه كويس وبتحطيه في الفريزر او في برطمانات في التلاجة. كمان كان عندي ما كانش عندي سلك فجبته قطعته كده عشان يبقى سهل معايا في الاستخدام. بعد كده بقى اول حاجه هنبدا بيها في الفطار، انا حبيت اعمل عيش سخن عشان يمشي مع الاكل اللي انا هعمله. كان عندي شويه لبن رايب فعجنت بيهم. عندي هنا كوبايتين من الدقيق وملح وخميره وسكر ومعلقتين صغيرين من الزيت. وكان عندي اللبن دافي وخلطت بيهم بالعجين بالشكل ده، هو اللي انا عجنت بيه اللبن. لو انت ما عندكيش لبن بتستخدمي ميه عادي، بس انا كان عندي شويه لبن فما حبيتش يعني ان انا ارميهم فاستخدمتهم في العجين. تمام، وهسيبه بقى يختمر معايا براحته على ما انا اخلص بقى كل الحاجات دي. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل بقى طبعا مسقعه حلو، وهنعمل كمان طبق فول بالصلصه، وكمان هنعمل طبق بطاطس كده حلو قوي بالثوم والفلفل، وكمان هنعمل بابا غنوج بدنجان ومخللات بقى وسلطه، والاكله دي بجد بتبقى روعه. جبت بقى عندي هنا حله وطاسه، الحله حطيت فيها شويه زيت والطاسه حطيت برضو فيها شويه زيت. الحله هنزل بيها بالبطاطس اللي متقطعه زي الصوابع كده كانك هتقليها، وحطيت هنا البصلايه في الطاسه عشان هنا هنعمل الفول وهنا هنعمل البطاطس. على ما البصلايه تتحمر معايا هحط بقى ايه على البطاطس، هحط عليها توم وهحط عليها فلفل اخضر، ولو حابه تحطي عليها فلفل حامي بيبقى طعمها روعه. وكمان هنحط عليها شويه توابل ملح وكمون وكزبره وفلفل، وهسيبها بقى وشويه ميه كده وبغطيها. هنا على الفول بعد ما البصلايه بتتحمر بحط طماطمايه متقطعه زي السلطه بالظبط وشويه ميه وبسيبها تتسبك معايا. لو انت حابه تحطي فص توم تمام، حابه تحطي فلفل اخضر اللي يريحك. انا ما حطيتش بقى الحاجات دي بس طعمه كان جميل قوي. هنا بقى بعد ما حطيت الزيت وحطيت البطاطس وحطيت الثوم والفلفل والكمون وكزبره وفلفل وملح،
هقلب الحاجات دي كويس مع بعض كده تتشوح معايا دقيقتين 3، وبعد كده هنزل بالميه شويه ميه صغيرين وهدي النار عليها واغطيها واسيبها بقى تستوي. وهنا الفول برضو بهرته بالملح والفلفل وهغطيه بقى لحد ما تتسبك معايا، وبعد كده هنزل بالفول. انا بس حطيت شويه ميه عشان خاطر الطماطم معايا كانت نشفت. هنزل بقى بشويه الفول كده وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض وبسيبه بقى على نار هاديه برضو لحد ما يختلط معايا كل الحاجات دي. بعد كده بقى هنقلي الحاجات للمسقعه. طبعا المسقعه بتتعمل باكتر من طريقه، انا قبل كده كنت بعملها بالباذنجان والفلفل، المره دي حبيت ان انا اعملها بالبطاطس، بيبقى طعمها برضو جميل. وممكن كمان لو مش عايزه تستخدمي الحاجات مقليه ممكن تحطي كل حاجه نيه عليها. بس انا لما جربتها نيه جربت الباذنجان والفلفل بس، ما جربتش فيها البطاطس. بحطها في التسبيكه وبهدي النار خالص عليها وبسيبها تستوي براحتها، واحيانا بدخلها الفرن كده بتاخد تحميره من فوق، طعمها بيبقى حلو قوي. وكمان ساعات بقلي الحاجات دي في الجريل بنقطه زيت صغير بيبقى طعمها برضو جميل. هنا عندي ربطه كزبره صغيره خالص خرطتها كده وحطيتها على الفول بعد ما طفيت عليه، بتدي طعم حلو قوي للفول بعد ما طفيت عليه مش وهو على النار. تمام. بعد كده بقى هعمل التسبيكه بتاعه المسقعه. عندي هنا معلقه من الزيت وحطيت كمان فصين من الثوم، وهشوح الحاجات دي مش هحمرها لحد بس ما الثوم ريحته تطلع. وهجيب بقى الصلصه اللي انا كنت عاملاها من قبل رمضان، بصوا ما شاء الله شغاله بيها طول الشهر اهوت وجميله معايا وتمام. وهنزل بشويه ميه وهحط بقى معلقه صلصه كده عشان تحمر معايا الطماطم، لان الطماطم دي ما كانتش حمرا قوي. وبعد كده لو مش متوفره عادي، وهحط بقى كمون وكزبره ورشه من الفلفل ورشه من الملح. وبعد كده بقى بخلط الحاجات دي كلها وبسيبها لحد ما تغلي معايا. بعد كده هنزل رشه الملح الاخيره خالص، دي حاجه حطيت حاجه بسيطه خالص يعني، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض. وكان عندي كده رشه من اللي هي مرقه الكنور اللي هي بتاعه الخضروات دي، فحطيتها اديت طعم حلو ليها برضه. بعد كده بقى هنزل بالحاجات اللي انا قليتها. بحب ان انا اصفيها عشان الزيوت ما تبقاش كتير قوي، فانت لو مش حابه يعني كمان لو عندك قلايه هوائيه الافضل ان انت تقلي فيها الحاجات دي يعني. هحط بقى الحاجات كلها مع بعض كده وهقلبها كويس، وهحط شويه ميه كمان صغيرين وهسيبها بقى على نار هاديه. برضو انا بحب اعمل حاجه كلها على نار هاديه. كمان عملت السلطه وعملت كمان بابا غنوج، بس معرفش المقطع ده راح فين. بشوي الباذنجان عادي وبخليه كده من الحاجات اللي فيه، وبحط عليه اللي هي معلقه من الحاجات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي هو البرطمان المنقذ، اللي هو بيبقى توم على هريسه شطه على شطه خضراء على ليمون على ملح وكمون وكزبره وزيت. وبحط بقى الحاجات دي كلها، باخد منها معلقه وعصره ليمونه وتبقى تمام معايا. هنا العيش لازم بسيبه بعد ما ببططه كده وافرده، بسيبه يرتفع معايا شويه وبغطيه يعني زي 10 دقايق ربع ساعه، وباخد من اول واحد عملته خالص في الاول. بعد كده ببدأ بقى على الطاسة كده على النار هادية خالص، ببدأ بالراحة على النار هادية، بس يعني بيبقى شوية عايز بال طويل على النار عشان خاطر ما ينفعش ان احنا نعمل على النار عالية، هيتحمر معاكي من الجوانب ويبقى ني من جوه. هنا بقى عملت العصير كمان، وهنا بقى كنت خلاص خلصت وجهزت كل حاجه، وكمان كنت جايبه خضره غسلتها وكابوتشا وجرجير. طعمها السفره دي بجد جميله قوي، جربوها هتعجبكم وطعمها بيبقى حلو جدا جنب العيش ده، كمان بيبقى طعمه حلو قوي. هنا بقى كان اخر خلاص 2 كده كنت بخلص فيهم بعد ما حطيت السفره. نروح بقى نفطر وبعد كده نرجع نعمل صنف حلويات حلو قوي هيعجبكم. انا مش هشتريه تاني خالص من بره الحمد لله، يعني الحاجه اللي بتبسط بيها قوي اللي بعملها في البيت وبتنجح معايا خلاص بعتمدها ومش بعملها تاني بجيبها تاني من بره. هنعمل مع بعض القطايف. انا حبيت اجرب الاول في كوبايه، يعني في كوبايه دي عندي كوبايه دقيق وربع معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الخميره، ومعلقه صغيره من لبن البودر لا متوفر عندك مش متوفر عادي، ومعلقه من السكر عشان الخميره. وهخلط بقى المكونات الجافه كلها مع بعض وهنزل عليهم بالميه تدريجيا. طبعا لو انت حباها طريه بتبقى هي دي المكونات اللي احنا بنستخدمها. طب لو انت حباها ناشفه بتحطي عليها معلقتين او 3 معالق كبار من السميد. السميد بيخليها تبقى مقرمشه معاكي وناشفه شويه. انا صراحه ما كانش عندي، وكمان كنت حابه ان انا يعني اجرب الطريه، فقلت بقى المره الجايه ان شاء الله لما يكون عندي السميد هحط بقى عليها واجرب برضو الناشفه. فانت كده عرفتي مقادير الطريه ومعرفتي مقادير الناشفه، بس هي بقى طعمها حلو قوي وهي طريه. هنا بقى خلطت المكونات الجافه مع بعضيها وهنزل بالميه تدريجيا. احنا عايزين العجينه سايله زي كده الكريب، لا زي ما تكوني بتعملي كريب او اخف سنه كمان. وكمان في دقيق مش بيقبل ميه كتير، فانتي بالراحه عشان خاطر ما يبص معاكي تفضلي بقى تحطي دقيق، ويبقى احنا كمان انتي ظابطه المفروض المقادير الدقيق على قد الحاجات الخميره اللي انتي حطاها والسكر. هخلطهم كويس قوي وهسيبهم بقى كده على جنب، هغطيهم في مكان ضلمه ومكان يكون دافي وهسيبها تخمر. اول ما تعمل معاكي فقاقيع كده من فوق اعرفي ان هي خلاص استوت معاكي، خمرت قصدي معاكي معلش.
بعد كده بقى على نار هاديه هجيب الطاسه، وطبعا لازم الطاسه تكون جرانيت او تيفال ما تلزقش معاكي، وبرشها رشه زيت صغيره خالص زي ما انتوا شايفين كده، وبمسحها بالمنديل وكده خلاص، ما بحطش حاجه تاني بقى. لما الطاسه تسخن معانا هنبدا تدريجيا ننزل. طبعا لو انت عندك اللي هو الكيس الحلواني تمام، عندك درق زي ما انا عامله كده تمام. عايزه بقى تعمليها صغيره عصافيري اللي يريحك، عايزه تعمليها كبيره اللي يريحك، بس هي بتبقى حلوه قوي في العصافيري اللي هم الصغيره جدا دي، لقيتها حلوه قوي قوي احسن من الكبيره اللي انا عملتها دي. طبعا بنهدي النار وبنصبر بالراحه، هي طبعا بتستوي من تحت بس ما بتستويش من فوق. وكمان لازم يكون عندك كده صينيه زي ما انا عامله، حاطه فيها فوطه من تحت وفوطه من فوق، عشان خاطر اول ما تطلع معاكي من الطاسه هتحطيها وتغطيها بالفوطه، لان لو اتعرضت معاكي للهواء هتنشف ومش هتقفل معاكي. لازم ان هي تقفل معاكي، فعشان تقفل معاكي لازم تتغطى عشان تفضل طريه زي ما هي. بتستوي بالراحه خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى بتطلعيها بتحطي الحشوه اللي انت عايزه تحطيها فيها براحتك. بصوا متحمره من تحت وطلعت ريحتها جميله جدا. كمان ممكن تعملي اكتر من حشوه، هقول لكم على كذا حشوه. انا بحشي مكسرات، بحشي زبيب، بحشي جوز الهند، ساعات كمان بعملها ساده لان كل واحد عندي بياكلها بنوع معين يعني. في اللي بياكلها بالجبنه، وفي اللي بالزبيب، وفي اللي بيحبها ساده خالص. واحيانا بقى بعمل ايه، بقليها وببقى فاتحاها كده فتحه صغيره، وبعمل لها خلطه الكريم شانتيه او القشطه، وبحشيها فيها وبحط عليها الشربات من بره، بيبقى طعمها روعه. ان شاء الله مره تانية هبقى اعملها معاكم. هنا بقى هحشي، دي كانت سوداني على فستق على لوز على بندق، عاملاهم كده مع بعض. حطيت فيهم شويه، وحطيت شويه ساده خالص عشان اللي عايز طبعا، وحطيت شويه بالزبيب. لو انت هتحشيها جبنه بتقليها، بس طبعا مش بتحطيها في الشربات، لان دي كده بتبقى مقبلات يعتبر، اللي هي مش السكريات، بتبقى حوادق. بيبقى برضو طعمها حلو، بس بتتاكل في وقتها ما بتستناش زي ديت يعني. دي لو قعدت ممكن تتاكل عادي بعد شويه، لكن التانية الجبنه بتنشف فيها شويه. هنا بقى هقليها وهطلعها على طول، هصفيها من الزيت واحطها على طول في الشربات. طعمها كان جميل قوي صراحه، الحمد لله نجحت معايا يعني. انا كنت مبسوطه ومش هجيبها تاني ابدا من بره، لان انا شفت يعني انا ما بحبش اجيب حاجه من بره عموما يعني، بحاول على قد ما اقدر اعمل اي حاجه في البيت. فجربوا الوصفه دي هتعجبكم. هنا بقى شكلها بعد ما خلصت هنزل عليها على طول بالشربات وهي سخنه. الشربات كان خفيف عندي، بعمله وبركنه عندي في التلاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم وخدتوا فكرة للفطار والحلويات. ما تنسوش تحطوا لايك حلوة منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.